علق اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة على الخطوة التي قام بها نادي اتحاد جدة السعودي قبيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بنادي سبهان أصفهان الإيراني أمس الاثنين. كتب أبو تريكة في منشور عبر حسابه في منصة إكس: والله تاريخي يا العميد، هكذا تسجل المواقف التاريخية. نادي الاتحاد السعودي، تحية تقدير واحترام. أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانا توضيحيا حول أزمة إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سبهان الإيراني في دوري أبطال آسيا. وقال نادي الاتحاد في بيانه: يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الاثنين 17 من ربيع أول 1445 هجرية للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سبهان الإيراني، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب. ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار. ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح. وفي هذا الإطار يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم. كشفت تقارير سعودية عن القرار الأقرب اتخاذه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد أزمة إلغاء مباراة الاتحاد وسبهان الإيراني في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا. وحسب الإعلامي السعودي وليد الفراج، فإن نادي الاتحاد السعودي يطالب بنقاط المباراة 3 من خلال اعتباره فائزا في المباراة. وشدد وليد الفراج على أن القرار الأقرب سيكون إما اعتبار الاتحاد فائزا، وإما لعب المباراة في وقت لاحق على ملعب محايد. منعم فخوري مراقب مباريات الاتحاد الآسيوي قال لقناة السعودية: بعد الأحداث التي سبقت مواجهة الاتحاد وسبهان، قد يتم اعتبار سبهان خاسرا 3-0، أو تعاد المباراة دون جمهور، أو تؤجل حتى إشعار آخر. وتابع: سيتم إرسال تقارير المراقب إلى دائرة المسابقات، وبعدها يحال إلى لجنة الانضباط والسلوك في الاتحاد الآسيوي، ويتخذ القرار بالتمرير خلال 48 ساعة.